السلام عليكم ورحمة الله. يقولوا الحاجة أم الاختراع. طبعا كما نعودكم دائما أن احنا نصنع الحلول. الحل اليوم هو للثياب اللي يكون الجبزور فيها مثبت، بالذات الثياب القطرية والكويتية والبحرينية اللي تتم تثبيت الجبزور في الثوب نفسه. يعانوا منها الناس أو أصحاب المشاغل أو المعامل، والسبب أنه يكون طول الجبزور طويل وفي قماش زيادة. خلوني أشرح لكم على المكبس. سوينا نموذج تصميم خاص وحلينا المشكلة بطريقة إن شاء الله تكون ترضيكم جميعا. شوفوا الآن كم من سابق ما يقدروا المكابس الصغيرة ما يقدر يكبس يحط الحشوة زي كذا. الآن هنا يحط، لو حطها بيكون في زيادة هنا ما تنفع. طيب احنا الآن حلينا بهذا، سوينا تصميم خاص بحيث انه يكون العمود كامل وتكون القماش محطوطة هنا. حط الثوب. ينفع كمان للثوب السعودي بعد الخياطة، يقدر يكبس مرة ثانية بعد الخياطة عشان يكبس الجيب. شوفوا كيف مجرد ما تحط وتكبس، طبعا في مجال. شوفوا لحظة، شوفوا كيف بعد ما تحط الغطاء بيتم هنا نحط القماش الزيادة اللي هو تبع الثوب، ينحط هنا وينسحب ويندف الثوب بطريقة. شوفوا كيف القماش محطوط هنا ما ينكبس. الآن هنا ما في حرارة، والحرارة موجودة هنا فقط. طبعا المكبس هيدروليك، قطع غيار إيطالية، تصميم شركة النسيج، وكل القطع الأساسية كلها إيطالية. حوريكم الآن النتيجة كيف. طبعا مع إيش؟ مع الحشوة الإنجليزي. حنوريكم الآن النتيجة. شوفوا الآن طبعا الحشوة إنجليزية نوع ممتاز، ما راح تنفك. شوفوا كيف صعوبة الفك، يعني يكاد ان الغيرة يكون طلع شوفوا القوة، من قوة الشد انقطعت معنا، يعني صعب انه ينفك. اوكي الآن خلاص. اوكي جرب الآن بالميزان. طبعا احنا حنختبر الآن قوة الشد بالحشوة بميزان بالكيلو. حوريكم كيف قوة الشد الآن. جرب، شوفوا الآن كم، 3.5 كيلو. 3 ما رضيت تنفك. وصلنا لين 3.6 كيلو. طبعا لو صورت من هنا ما يبان، ولكن هو الآن 3.6 وما زال قوي. ما تحركت من مكانها. الآن قوة الحشوة، فكها بيدك، حاول تفكها بيدك، شد بقوة بيدك. شوف تقطعت من بعدها، يتقطع. شوف من قوة تثبيت، من قوة تماسك الحشوة زي ما قلت.